السلام عليكم. يلا نعمل شاورما لحمة مع بعض. اول حاجة نحط التوابل: توم باودر، بصل باودر، توابل لحمة، كمون وبابريكا وفلفل اسود وجوزة الطيب ونطرة قرفة صغيرة، ونحط معلقتين خل ونحط الملح ونقلب كويس مع بعض لحد ما اللحمة كلها تتشرب من التتبيلة دي. نقلب كويس وبعدين نسيبها تتشمع شوية 10 دقايق. دي بقدونس وبصل متقطع وعليه بابريكا وفلفل اسود. وبعدين هحط عليها رمان. دي طبعا هحطها في السندوتشات، يعني دي اختياري، الخطوة دي اختياري. هي بتبقى حلوة جدا بالرمان كده، بيبقى طعمها جميل. بس دي الخطوة دي للسندوتشات، تحط في السندوتشات. بعد كده طاسة هنحط فيها معلقتين سمنة. انا حاطه سمنه بلدي، براحتك، عايزه تحطي زبده زيت براحتك المتوفر عندك. الطاسه تسخن كويس جدا. وبعد كده هنحط اللحمه. اول ما الطاسه تسخن هنحط اللحمه ومش هنقلبها، هنفردها بس كده. هنفردها في الطاسه كده، مش هنقلبها عشان مش عايزينها تنزل الميه بتاعتها. سيبها لحد ما احس ان هي خدت تشميعه من تحت كده. بعد كده هبتدي اقلبها عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. و اهي بتعمل كده بقى. انا هبتدي اقلبها بقى. خلاص كده مش هتنزل ميه، هي خدت تشميعة من تحت. ابتدي اقلبها بقى. هي ما بتاخدش سوا كتير عشان هي متقطعه رفيع وحته ناعمه. كده هي بقى خلاص ابتدت تدخل في السوا بقى خلاص. هقلبها كويس عشان ايه ما تلزقش من تحت او حاجه. بس هي كده خلاص، يعني خلاص هتستوي خلاص. هي كده الشاورما اهيت نشفت خالص واستوت كده، بقت كويسه. بكون انا بقى مجهزه بصله مقطعه جوليان وحاطه عليها فلفل اسود وبابريكا رشه صغيره. وبعدين بقوم حطاها على الشاورما واقلبها تقلبتين كده. البصله دي انا رش عليها فلفل اسود وبابريكا. دي طماطمايه متقطعه كده، ممكن تقطعيها جوليان براحتك. ودي بقدونس. وهقلبهم تقلبتين كده بس. وكده بقى خلاص بطفي النار بقى خلاص، عشان هي كده خلاص استوت خلاص. هقلب بس تقلبتين بقى كده مع بعضه. وبعد كده خلاص بقى هي كده خلاص. طبعا بقى براحتك، عايزه تاكليها مع اي حاجه. انا عملتها في سندوتشات كده، كانت حلوه جدا، طعمها حلو جدا. طبعا ممكن تتبليها من بالليل لو انت عايزه، براحتك. بتبقى افضل طبعا. وبقت الرمان والبصل والبقدونس ده اختياري، بس هي طعمها حلو جدا مع الرمان.
جربوا الوصفة، يا رب تعجبكم وبألف هنا.